حبيبتي. هيا بيه، هتعمل ايه؟ معلش يا حبيبتي، نستحمل شويه. انا كده مش هرجع البيت غير لما هي تمشي. لا خلاص. انا هتصرف، بس المهم ترجعي البيت النهارده. اوكي، هكلمك الاول. ماشي يا حبيبتي، باي باي. يا رب يسوع، ريح يا رب نفس عبدك أبو أشرف في فردوس النعيم في أحضان القديسين. والشمعة دي يا ستي يا عذرا الأشرف، أشرف ابني يا عذرا نجيه وحافظي عليه، ده هو اللي فاضل لي في الدنيا من بعد أبوه. حافظي عليه يا ستي يا عذرا، هو وابنه ومراته. يا رب أشكرك. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الحمد لله على السلامة. انت كنت فين؟ يا ابني، كنت في الكنيسة بحضر القداس النهارده الحد. كنيسة وقداس. طيب حضري بقى شنطة هدومك عشان راجعين تاني الكنيسة. خير يا ابني، ليه؟ هناك هتعرفي. عمرك يا ابني. ماما من فضلك ما تكتريش في الكلام واطلعي معايا. كنيسة ايه اللي بتتكلمي فيها دي؟ اطلعي معايا من غير كلام. يا ابني بالراحة، مش قادرة أمشي. انت ايه عايزاني اشيلك؟ الله يسامحك يا ابني. الو. يا حبيبتي، لا خلاص احنا طالعين دار موسى. يلا سلام. الله يسامحك يا ابني. يا رجلي. بقى يا ابني منزلني في بيتك عشان توديني دار مسنين. تسيب بقى من العواطف والمشاعر اللي انت بتتكلمي بيها دي. انت هنا هتبقي مستريحة اكتر. الله يسامحك يا ابني، الله يسامحك يا ابني. خد بالك، اللي ما يكرمش ابوه وامه بيتعب. تلف بيه الايام وتبقى عامله زي الساقيه، تقلب فيه وتعدل وهو مش قادر يرتاح. ايه في ايه؟ كل شويه اندرو خنقتني. كنت عاوز ايه؟ وايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ وبعدين انا دخلت قرابي، مراتي مش عايزه تشوفك بالشكل ده. انا هغير لنفسي، هتصرف. تعرف يا ابني،
اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض.